تفاصيل جديدة وأحداث مثيرة في قضية المستشار أيمن حجاج المتهم بقتل مراته الإعلامية شيماء جمال، القضية اللي شغلت الرأي العام في يوم من الأيام. لو عايز تعرف التفاصيل تابع معايا. خلال الساعات اللي فاتت بدأت قضية المستشار أيمن حجاج والمتهم حسين الغرابلي المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال ترجع للساحة وتظهر من جديد بعد ما محكمة النقد حددت جلسة 22/4 نظر نقض الحكم الصادر ضدهم بالإعدام شنقا في اتهامهم بقتل الإعلامية شيماء جمال. المتهمين كانوا استدرجوا المجني عليها بعد ما هددت المستشار أيمن حجاج إنها تفضح العلاقة اللي بينهم والزواج اللي بينهم، وساومته على مبالغ مالية أكتر من 3 مليون جنيه. فقرروا إن هم يستدرجوها المزرعة، وهناك ضربوها بمسدس على دماغها، وبعد كده خنقوها، وبعد ما توفت ربطوا ايديها ورجليها بحديد علشان خاطر يتأكدوا من وفاتها، ودفنوها تحت الأرض، وبعد كده دلقوا عليها مادة